شكرا. بصراحة الجيل هذا الجيل الموجود معنا الآن، أنا أعتقد الغالبية العظمى منه أكيد موهوب، مش فقط اللاعبين اللي ذكرهم الصحفي، لكن الغالبية العظمى لاعبين موهوبين وأمامهم مستقبل طويل كبير متى ما توفرت لهم الإمكانيات. كوتش هارد لك على الخسارة ونحييك على المستوى اللي قدمه المنتخب في هذه المباراة وفي المباريات السابقة. الآن بعد لعب 3 مباريات، شو أهم النقاط الإيجابية والسلبية اللي راح تحملها معك عند خوض المباراة المهمة جدا في الدور ربع النهائي؟ وإذا في عندك تعليق، اليوم يمكن كان في مشكلة في بعض الكرات المقطوعة كان عددها أعلى من المعتاد من لاعبين اليمن بعد ما شفناهم أول مباراتين. أستهم صحيح، ونقول الحمد لله أولا وأخيرا على نتيجة المباراة. منتخبنا أصر، اللاعبين أدوا عليهم يعني ما قصروا، لكن في الأخير نحمد الله ونشكره على هذه النتيجة. نحن عارفين في المباراة داخل المباراة وعارفين أن الكرة بتكون في أغلب الوقت مع المنتخب التايلاندي. مثل ما تكلمت في البداية نحن نلعب على فرصتين، إضافة إلى أنه معنا لاعبين مهددين بالإيقاف أيضا يشاركوا في المباراة، معنا لاعبين أول مرة يلعبوا مباراة دولية، معنا لاعبين من التشكيلة الأساسية غايبة اليوم عناصر مهمة. فالحقيقة نحن تركنا الكرة للمنتخب التايلاندي في أغلب الوقت، وكنا نعتمد على المرتدات في الغالب، يعني في غالب المباراة، لكن ما مشت الأمور مثل ما كنا نشتي، يعني مثل ما كنا نريد. يعني كنا نتمنى نتركين فرصة في المباراة ونصعد المباراة على المنتخب التايلاندي، لكن للأسف الأمور مشت عكس ما نشتهي. حتى هدف المباراة اللي سجله المنتخب التايلاندي كان من كرة ثابتة، يعني من فاول، ما قدر يخترق دفاعنا. يعني المساحات اليوم ما وجد مساحات يخترقوه في المقدمة، يعني سواء من قلب الدفاع أو من الأطراف، لكن كان كرة ثابتة، الدليل على أن دافعنا